السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم. طبعا كلنا في انتظار الدرس الأول، الحمد لله المنهج الجديد نزل. تعالوا يلا بينا بدون مقدمات كده عشان كلنا مستنيين المنهج ومستنيين الدرس الأول. تعالوا نشوف أول درس عندنا وهنبدأ إزاي. أول درس بيتكلم عن قارة إفريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. وطبعا دي معلومات مش جديدة عليك، انت خدت قبل كده ان العالم بينقسم الى عالم قديم وعالم حديث. العالم القديم اللي هو قارة اسيا وافريقيا واوروبا، والعالم الحديث اللي هو امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وقارة استراليا والقارة القطبية الجنوبية. احنا بقى النهاردة هنتكلم عن قارتنا، عن أرض الخيرات، عن القارة السمراء، عن قارة مين؟ إفريقيا. طيب هنبدأ إيه؟ تعال نحدد النقاط الرئيسية اللي إحنا هنتكلم عنها. هنلاقي إن إحنا بالنسبة لقارة إفريقيا، قارة إفريقيا عندي بعض النقاط الرئيسية اللي إحنا لازم نتكلم عنها. هنتكلم في البداية عن موقع القارة. طبعا انت عارف ان الموقع بينقسم الى موقع فلكي، ده هنتكلم عنه بالتفصيل، وموقع جغرافي. طيب هنتكلم كمان عن مساحة القارة، وهنتكلم كمان عن أهمية الموقع. وبعد كده في الجزء الثاني بنتكلم عن الكشوف الجغرافية لقارة إفريقيا، وهنا هنتكلم عن دور المصريين وعن دور العرب، وهنتكلم كمان عن دور الرحالة الأوروبيين. ودي النقاط الأساسية اللي عندي في الدرس الأولاني. تعال بقى نبدأ مع بعض، يلا كده نشوف قارة إفريقيا، الموقع الفلكي والموقع الجغرافي والمساحة. طيب يبقى في البداية زي ما اتفقنا أول حاجة قارة إفريقيا كجزء من قارات العالم القديم. زي ما انت شايف معايا كده، ادي قارة اسيا، ادي قارة اوروبا، وادي قارتنا اللي هي موضوع الدرس بتاعنا اللي هي قارة ايه؟ افريقيا. طبعا احنا كده قلنا ان قارة افريقيا هي احدى قارات العالم القديم. قارة افريقيا يا استاذ اللي قدامي في الصورة دهيت مساحتها 30.3 مليون كيلو متر مربع. 30.3 مليون كيلو متر، يعني تاني قارات العالم في المساحة بعد قارة مين؟ آسيا. يعني بتمثل 20% من مساحة القارات. 20% ده رقم كبير، يعني تقريبا خمس مساحة العالم. نرتب أفكارنا ونرتب معلوماتنا. يبقى قارة افريقيا زي ما قلت لك هي احدى قارات العالم القديم، وقلت لك ايه هي قارات العالم القديم؟ اسيا وافريقيا واوروبا. يبقى انا لما اقول لك ما الاسم الذي يطلق على قارة اسيا وافريقيا واوروبا؟ اسم قارات العالم الايه؟ القديم. طيب بالنسبة لقارة افريقيا بتقع في وسط قارات العالم القديم. طيب وهي ثاني قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة آسيا، مساحتها 30 وكسور مليون كيلومتر مربع، يعني 20% من مساحة القارات. طيب ده كده أول جزء عندي اللي هو مساحة أو اللي هو موقع قارة إفريقيا بالنسبة للعالم. مع إن كنت أفضل إن احنا نقول، طبعا هو في الدرس الأول منهج جديد بيقول إنها بتقع في وسط قارات العالم القديم. أنا كنت أفضل إن احنا نقول بيقع في وسط قارات العالم،
لان انت لو خدت بالك كده اهو، ادي قاره افريقيا، هلاقي هنا اوروبا، هنا اسيا، المحيط الهندي بيفصلها عن استراليا، المحيط الاطلنطي بيفصلها عن الامريكتين، وادي القاره القطبيه الجنوبيه. لو انت خدت بالك هتلاقي ان قاره افريقيا بتقع في وسط قارات العالم، بس خلينا نقول زي ما هو مكتوب، قاره افريقيا بتقع في وسط قارات العالم القديم. ده كمعلومه اوليه عندي بالنسبه لقاره افريقيا. طيب يبقى اول حاجه عرفنا قارات العالم القديم، عرفنا مساحتها كام مليون كيلومتر مربع. خلي بالك المساحه تقاس بالكيلو متر مربع لانها عباره عن طول في عرض. طيب مساحتها كام بالنسبه للعالم؟ 20%. ال 20% ده بتمثل ربع ولا تمن ولا خمس ولا تلت العالم؟ بتمثل خمس العالم، 20%. طيب تعالى نشوف بعد كده موقع قاره افريقيا. زي ما اتفقنا في الاول، انا قلت لك الموقع عباره عن حاجتين، موقع فلكي وموقع جغرافي. طيب ايه الفرق يا استاذ بين الموقع الفلكي وبين الموقع الجغرافي؟ ببساطه جدا، دي حاجات المفروض انت اخدتها قبل كده، ان الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول وبالنسبه لدوائر العرض. والجزء ده احنا كنا شرحناه في التمهيدي، يعني لو انت عايز ترجع تتعرف عن يعني ايه خطوط طول ويعني ايه دوائر عرض ترجع للمحاضرات اللي قبل كده. اما الموقع الجغرافي فهو موقع المكان، طبعا بتكلم عن افريقيا، يبقى موقع افريقيا بالنسبه لليابس والماء. طيب تعالى كده نتعرف على موقع افريقيا بالنسبه لليابس والماء اللي هو الموقع الجغرافي. ببساطه جدا حضرتك عارف خريطه العالم وعارف القارات، ادي اسيا، ادي افريقيا، اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا، والقاره القطبيه الجنوبيه. هنلاقي ان قاره افريقيا اللي قدامي دهيت، اللي انا هحدد حواليها دهيت، عايز احدد موقعها بالنسبه لليابس وموقعها بالنسبه للماء. بالنسبه لليابس هلاقي ان هي بتجاور قاره اسيا، وبيفصلها البحر المتوسط عن قاره اوروبا، وطبعا بيفصلها البحر الاحمر كمان عن قاره اسيا، وبيفصلها عن امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه المحيط الاطلنطي. طيب تعال نحدد بقى بيحدها ايه من الشمال وايه من الجنوب وايه من الشرق وايه من الغرب. ادي قاره افريقيا قدامي في الصوره اهيت، هلاقي ان انا لو وقفت في نص القاره كده، قاره افريقيا يحدها من الشمال البحر المتوسط، ويحدها من الشرق البحر الاحمر الذي يفصلها عن قاره اسيا، وتقترب من قاره اسيا عند مضيق يسمى مضيق باب المندب، وتتصل فعليا باسيا عند شبه جزيره سيناء. وطبعا شبه جزيره سيناء دي جزء من الاراضي المصريه، شبه جزيره سيناء جزء من ارض مصر لها اهميه كبيره جدا هنتكلم عنها دلوقتي. بينما من الشمال البحر المتوسط قلنا بيفصلها عن قاره مين؟ اوروبا. بيحدها ايضا من الشرق المحيط الهندي، ويحدها من الغرب المحيط الاطلنطي. ادي الموقع الجغرافي بالنسبه لقاره افريقيا. نرتب معلوماتنا ونبص مع بعض. تاني ادي قاره افريقيا زي ما قلت لك، افتكر معايا يلا، يحدها من الشمال البحر المتوسط يفصلها عن قاره اوروبا، وتقترب من اوروبا عند مضيق خدناه في سنه 6 اسمه مضيق جبل طارق. طيب ادي كده من الشمال. من الشرق البحر الاحمر بيفصلها عن قاره اسيا، وتقترب من قاره اسيا عند مضيق يسمى مضيق باب المندب، وتتصل باسيا في شبه جزيره سيناء، وهي جزء من الاراضي المصريه. يحدها من الشرق ايضا المحيط الهندي،
ويحدها من الغرب المحيط الأطلنطي. احنا نبص كده على المعلومات دي. الموقع الجغرافي قلنا هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء. من الشمال البحر المتوسط يفصلها عن قارة شاطئ أوروبا، ومن الشرق البحر الأحمر والمحيط الهندي يفصلها عن قارة آسيا، ومن الغرب المحيط الأطلنطي بيفصلها عن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. تعال نشوف بتقترب من مين. يلا شغل دماغك معايا. تقترب افريقيا من اوروبا عند مضيق جبل طارق، الله ينور. وتقترب من اسيا عند مضيق باب المندب. وقلت لك تتصل افريقيا باسيا عن طريق شبه جزيره سيناء، وقلت لك شبه جزيره سيناء دي حكايه لوحدها. طب يا استاذ والله انا بتلخبط في الخريطه، ويعني معلش يعني انا عايز طريقه افتكر بها قاره افريقيا. هقول لك ببساطه خالص، مش هقول لك ارسم القاره ولا ترسم قاره افريقيا ولا الخريطه ولا هتعبك. هقول لك اعمل مثلا دايره، وتخيل ان الدايره ديت هي قاره افريقيا، وطلع 4 اتجاهات: شمالا، جنوبا، شرقا، وغربا. وتعالى يلا كده افتكر معايا. لو قلت لك كان ايه اللي مرسوم عندي في الشمال من فوق، هتقول لي ايه؟ هقول البحر المتوسط. طيب كان ايه اللي فوق البحر المتوسط؟ اوروبا. يبقى من الشمال البحر المتوسط الذي يفصلها عن قارة اوروبا. بس انت قلت يا استاذ بتقترب من اوروبا عند مضيق اسمه مضيق جبل طارق، ده ينور. ومن الشرق كان عندي البحر ايوه الاحمر، والمحيط الهندي، ودول بيفصلوها عن قارة مين؟ اسيا. وقلت بتقترب من اسيا عند مضيق اسمه مضيق باب المندب، وتتصل باسيا عند شبه جزيرة سيناء وهي جزء من الاراضي المصرية. اما من الغرب فبيحدها المحيط الاطلنطي، ممتاز، اللي بيفصلها عن امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. اما من الجنوب ما بتتذكرش دايما المعلومة ديت، بس تقدر تقول كده عشان افريقيا نازلة مثلثة كده من الجنوب، خلاص تقدر تقول كده بيحدها نص الهندي ونص الاطلنطي. يبقى انا كده شرحت الموقع الجغرافي لقارة افريقيا. افتكر اللي هي تاني اكبر قارة في العالم من حيث المساحة، اللي هي بتمثل 20% من مساحة قارات العالم، اللي هي بتقع في قلب قارات العالم وخاصة العالم القديم. فاكر قارات العالم القديم اللي هي اسيا وافريقيا واوروبا. يبقى احنا كده خلصنا من الموقع الجغرافي لقارة مين؟ لقارة افريقيا. تعال بقى، قلت لك انا شبه جزيرة سيناء دي حكاية لوحدها. شبه جزيرة سيناء الارض المصرية اللي احنا كافحنا علشان نحرر الاستعمار منها، خلاص، الارض المروية بدماء المصريين. الارض ديت لها قيمة كبيرة عندنا، لازم نتكلم عنها طبعا. شبه جزيرة سيناء دي حكاية. ليه حكاية يا أستاذ؟ لأن ليها طبعا، غير إن هي بتمثل 6% من مساحة مصر، جزء كبير جدا. طيب فشبه جزيرة سيناء لها أهمية حضارية وأهمية استراتيجية. أهمية حضارية يعني إيه يا أستاذ؟ يعني أفادتني حضاريا، عملت تواصل بيني وبين البلاد التانية. يعني من خلال شبه جزيرة سيناء دخلت بعض الثقافات والحضارات، زي طبعا الحضارة الإسلامية. المسلمين العرب لما جم يفتحوا مصر عشان تتحول مصر إلى ولاية إسلامية، بعد ذلك تتحول إلى قلب العالم الإسلامي، ده كان عن طريق شبه جزيرة سيناء. الفتح العربي لما جه مصر جه منين؟ جه من الشمال الشرقي. منين؟ من شبه جزيرة سيناء. إذا لشبه جزيرة سيناء أهمية حضارية كبيرة جدا. طيب أدي واحد. طيب أهمية استراتيجية، يعني إيه أصلا استراتيجية؟ كلمة استراتيجية يعني الأهمية وقت الحرب والأزمات والسلم. يعني مهمة يا أستاذ في الحرب والسلم. طيب مهمة استراتيجيا، مهمة عسكريا، مهمة جدا شبه جزيرة سيناء، لأن عن طريق سيناء دي بوابة مصر الشمالية الشرقية. عن طريق سيناء دخلت الحملات العسكرية إلى مصر
في العصر القديم وفي العصور الوسطى وفي العصور الحديثة. خلاص. زي مثلا زي الهكسوس. هم الهكسوس لما دخلوا مصر، القبائل البدوية الآسيوية اللي كانت جاية تحتل أرضنا، دخلت منين؟ دخلت من سيناء. ولما جه الاحتلال الصهيوني إسرائيل، ما هي احتلت ايه؟ احتلت سيناء. يبقى أنا عايز أقول إن سيناء ديت يا أستاذ قصة كبيرة. ليه؟ لأن أمن سيناء هو خط أحمر بالنسبة لمصر. ليه يا أستاذ؟ لأن عن طريق سيناء بتيجي التهديد كله، الحملات العسكرية كلها بتيجي من الشمال الشرقي لمصر. وبالتالي تقدر تقول كده إن الحفاظ على أمن سيناء ضرورة للحفاظ على الأمن القومي المصري. يبقى بما تفسر ضرورة الحفاظ على أمن سيناء لأن عن طريق سيناء بتدخل الحملات العسكرية إلى مصر. إذن أمن سيناء هو أول جزء في الأمن المصري. خلاص؟ طيب يا أستاذ، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الموقع الجغرافي لقارة افريقيا. خلاص؟ طيب انت بتقول في وسط الكلام كده ان قارة افريقيا يا أستاذ عندها مضيق اسمه مضيق باب المندب. يعني اي سفينة لو جاية من المحيط الهندي وعايزة تدخل البحر الاحمر لازم تعدي على مضيق باب المندب. طيب وكمان يا أستاذ لما تمشي في البحر الاحمر عشان تخش البحر المتوسط هتعدي من قناة السويس. الله، ما هو باب المندب ده يعتبر ممر تجاري مهم جدا في التجارة. وبرضه قناة السويس أهم طريق مائي في العالم، أهم ممر مائي. كمان عندها مضيق جبل طارق. إذا يا أستاذ سيناء موقعها الجغرافي، أو قصدي آسف أفريقيا موقعها الجغرافي أكسبها أهمية كبيرة جدا خاصة في التجارة. ليه يا أستاذ؟ لأنها تتحكم في طرق الملاحة العالمية، في طرق التجارة. طب ليه بتتحكم في طرق الملاحة العالمية؟ عشان عندها أهم بحرين في العالم اللي هم إيه؟ اللي هم الأحمر والمتوسط. وكمان عندها ممرات مائية زي مضيق قلت لك باب المندب، زي مضيق جبل طارق، زي قناة السويس. يبقى ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي لقارة افريقيا ادى الى تحكمها في طرق الملاحة العالمية، في طرق التجارة العالمية. طيب كده خلصنا من الموقع الجغرافي. نبص بعد كده على الموقع الفلكي. يعني ايه يا استاذ الموقع الفلكي؟ قلت لك ان الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب يا أستاذ يعني إيه بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض؟ يعني ببساطة خالص تعال نجيب خريطة العالم ونشوف فين موقع إفريقيا يا أستاذ بالنسبة لدايرة الاستواء وبالنسبة لخط جرينتش. يعني بالنسبة لخطوط الطول وبالنسبة لدوائر العرض. يلا بينا يلا بينا. ادي قارة افريقيا زي ما هي واضحة قدامك اهوت. علشان احدد موقعها الجغرافي ادي قارة افريقيا نحدد عليها اهوت. عشان احدد الموقع الفلكي لاي قارة لازم ادور على دايرة الاستواء. فهلاقي ان دايرة الاستواء معدية اهوت يا استاذ تقريبا من نص افريقيا. طب دايرة الاستواء دي رقمها كام؟ رقمها يا استاذ 0. طيب معنى كده ان افريقيا بتقع كلها في نصف الكرة الشمالي ولا كلها في نصف الكرة الجنوبي ولا فيه جزء وجزء؟ واضح من الرسمة كده يا استاذ ان فيه جزء وجزء. طيب تعال نشوف بقى. انا واقف عند دايرة الاستواء اللي هو يعتبر في نص افريقيا تقريبا، وعايز اوصل لاخر نقطة في افريقيا اللي هي دي. طب دايرة الاستواء 0. تعال نعد
مثلا 1 2 3 4 5 كل ده جنوبا، هلاقي ان اول نقطة في افريقيا هنا اهوت يا استاذ، النقطة دهيت عند دايرة كام؟ 34.5 جنوبا. طيب يبقى بين اخر حتة في افريقيا وبين الاستواء كام دايرة عرض؟ 34.5 دايرة عرض. طيب ماشي يا استاذ، طب نطلع لفوق بقى، تعال نشوف نفس الفكرة. ادي صفر، ها 1 2 3 وافضل اعد في الدوائر اهو، الدوائر عاملة كده كده كده، خلاص 10 20، الاقي ان اخر نقطة في افريقيا يا استاذ خلاص عند دايرة عرض 37.5 شمالا. يبقى انا عندي 37.5 في الشمال و34.5 في الجنوب. خليك فاكر انا بقول عندي ايه؟ عندي 34.5 في الجنوب، قول 34 اهو، ونص زائد 37.5، نص دايره يعني يا جماعه، نص دايره 37 دايره ونص دايره. نص دايره ديت اللي هي 30 شرط، اللي هي 30 شرطه، بس هنتكلم عنها بعدين. هلاقي ان افريقيا بيمر بيها 72 دايره عرض، 72 دايره عرض. عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان افريقيا عندها تنوع مناخي، لان احنا خدنا قبل كده ان دوائر العرض هي اللي بتحدد المناخ، وبالتالي كل ما زادت دوائر العرض، انت بتقول 72 دايره، فبالتالي الموقع الفلكي هيؤدي الى تنوع مناخ قاره افريقيا. طيب ده بالنسبه لدوائر العرض. يبقى طيب يا استاذ انت قلت احنا عندنا 72 دايره عرض. طيب انا عايز اعرف بقى يا استاذ ال 72 دايره منهم كام واحده رئيسيه؟ تعال نشوف. ادي الاستواء ادي 1، مدار السرطان 23.5 شمالا ادي 2، مدار الجدية 23.5 جنوبا. يبقى انا عندي 3 دوائر رئيسيه. شياكه قاره افريقيا دي، الاستواء في نصها، السرطان في شمالها، الجدي في جنوبها. يبقى انا كنت صح لما قلت لك مفروض نقول عليها تقع في قلب العالم، مش قلب العالم الايه؟ القديم. طب ادي يا استاذ بالنسبه لدوائر العرض، يبقى عندي من 34.5 جنوبا ل 37.5 شمالا، يبقى فيها 72 دايره عرض، بيمر في نصها تقريبا دائرة الاستواء، بيمر في شمالها مدار السرطان، بيمر في جنوبها مدار الجدي. خلاص خلصنا من دي. طيب برضو علشان نبقى فاهمين، هي امتدادها اكتر في الشمال ولا في الجنوب؟ ايه رايك يا ابو لغايه، امتدادها اكتر في الشمال ولا في الجنوب؟ انا عندي في الشمال 37.5 وعندي في الجنوب كام؟ 34.5. يبقى امتداد اكتر فين؟ في الشمال 37.5. طب عشان كده انا بقول ايه؟ تقريبا دايره استواء في النص. طيب نشوف بقى يا استاذ بالنسبه لخطوط الطول. خلصنا من دوائر العرض، تعالى يلا نشوف بالنسبه لخطوط الطول. لما تيجي تشوف خطوط الطول تدور على ايه؟ ادور على خط جرينتش، خط الطول الرئيسي. طب تعالى نشوف كده يا ترى فين خط جرينتش يا استاذ؟ خط جرينتش اهو، خط الطول الرئيسي. يا ترى يا استاذ الخط ده معدي من افريقيا ولا مش معدي من افريقيا؟ طبعا باين ان هو بيمر في قاره افريقيا، ولكن هل بيمر في نص افريقيا؟ طبعا هو في نص العالم، يعني هو خط جرينتش ده في منتصف العالم، بس هل خط جرينتش في نص افريقيا؟ لا مش في نص افريقيا، لان انا لو عايز اخليه في نص افريقيا افتراضا يعني اهو هخليه كده، بس هو مش هنا، ده هو اهو. طب ما تيجي نقسم افريقيا احنا بقى على مزاجنا، تعال نقسم افريقيا كده. هلاقي مثلا لو انا عايز اقسم افريقيا اقسمها كده، فانا هقسم افريقيا نفسها لشرق وغرب.
اذا خط جرينتش اللي بيمر في نص العالم بالنسبه لافريقيا، هل هو في نصها الشرقي ولا في نصها الغربي؟ طبعا الصوره خير دليل، باين ان هو في نصها الايه؟ الغربي. طيب يا استاذ الكلام ده معناه ايه؟ تعال نشوف. احنا اتفقنا ان خط جرينتش درجته كام او خط طوله كام؟ 0. طب هو 0. اول حته في افريقيا غربا كام؟ واخر حته في افريقيا شرقا يا ترى كام؟ اول حته في افريقيا غربا 17 غربا. ايوه سمعتك وانت بتقول انك عارف الرقم ده، انت عارفه من 6 ابتدائي من الوطن العربي، عشان كنت عارف الوطن العربي بيبدأ من 17 غربا. نفس الفكرة كده. اهي افريقيا بين اول جزء فيها وبين جرينتش 17 خط طول، يعني ده 0 وانت ماشي بقى كده 1 غربا 2 غربا 3 غربا وهكذا توصل لحد 17. طب لو مشينا شرقا يا استاذ هلاقي اخر خط شرقا كده 51 شرقا. تعالى بقى زي ما عملنا في دوائر العرض، انت قلت يا استاذ 17 غربا زائد 51 شرقا، هلاقي فيها كام خط؟ ايوه 68 خط. والله قاره شياكه يا جماعه زي ما قلت لكم. تلاقي دوائر عرضها قريبه من خطوط طولها، يعني 72 دايره و68 ايه؟ خط، يعني فرق اربع دواير. خلاص المهم يبقى ادي قاره افريقيا. خلاص طب يا استاذ خطوط الطول هتفيدني في ايه؟ طبعا احنا عارفين هي بتفيد في تحديد الزمن، وده موضوع نتكلم عنه بعد كده. نرجع بقى لمعلوماتنا عشان نرتب افكارنا. تعالى نشوف هي دي قاره افريقيا. تعالى بقى نحط كده الارقام اللي احنا اتفقنا عليها. يلا ادي دايره الاستواء، قلنا رقمها كام؟ 0. 34.5 جنوبا. خلاص لو انت بقى يعني ايه متمكن كويس، عايز تقول مثلا بدل 34.5 تقول 34 دايره و30 شرطه. 34 دايره و30 ديت اللي هي ايه؟ النص، لان الدايره الواحده فيها 60 شرطه. الدايره الواحده فيها 60 شرطه. طيب المهم من 34.5 ل 37.5 ايه؟ شمالا. قلنا يبقى كام دايره كله على بعضه؟ 72 دايره عرض. تمام. وبالنسبه لخطوط الطول قلنا من 17 غربا ل 51 شرقا، يبقى كام؟ 68 خط طول. طيب تعال نشوف. يلا بينا. تمر نقط في وسط افريقيا تقريبا تبقى دائره الايه؟ الاستواء. يمر مدار ايه في النص الشمالي؟ مدار السرطان. يمر مدار ايه في النص الجنوبي؟ مدار الجدي. خط جرينتش هو في منتصف العالم يا حبايبي، هو في منتصف العالم، بس بالنسبه لافريقيا هو في غرب قاره افريقيا. طيب زي ما خدنا نتيجه الموقع الجغرافي ناخد نتيجه الموقع الايه؟ الفلكي. انت اصلا فاكر نتيجه الموقع الجغرافي؟ ايوه يا استاذ فاكر. طب نفتكر مع بعض. موقع الجغرافي كان بيؤدي الى تحكمها في طرق الملاحه العالميه عشان عندها ممرات ومضايق وقناه السويس. تعال هنا بقى الموقع الفلكي، احنا اتفقنا مع بعض الموقع الفلكي خاصه دوائر الايه؟ العرض كانت بتفيدني في ايه يا استاذ؟ في تنوع المناخ. وانت عارف بقى طالما المناخ بيتنوع يبقى اكيد النبات بيتنوع الطبيعي طبعا، واكيد الحيوانات بتتنوع والمحاصيل الزراعيه بتتنوع. عشان كده انا قلت لك في الاول هي ارض الخيرات. قاره افريقيا القاره السمراء. تمام. طيب كده يبقى احنا اتكلمنا عن مساحه القاره. فاكرك انت عايز تقول ايه؟ 20% ماشي. واتكلمنا على الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. فاضل اخر حاجه في حصتنا النهارده اهميه موقع قاره افريقيا. ما هو الا هجمع المعلومات اللي انا قلتها مش اكتر. طيب نبدا. عندي اهميه استراتيجيه، وقلت لك استراتيجيه يعني اهميه وقت الحرب والازمات والسلم. يعني بص تقدر تقول كده اهميه حاجه خطيره، حاجه مهمه. طيب في بقى اهميه اقتصاديه
واهميه حضاريه. طيب تعال نشوف الاهميه الاستراتيجيه. انت قلت يا استاذ ان قاره افريقيا بتشرف على اهم الممرات المائيه، وهي مضيق جبل طارق اللي بيقربنا من اوروبا، ومضيق باب المندب اللي بيقربنا من اسيا، وقناه السويس اللي بتربط العالم القديم بالعالم الحديث، اللي بتربط العالم كله ببعضه، قناه السويس اللي بتربط البحر الاحمر بالمتوسط، اللي لنا الفخر ان هي موجوده عندنا في دوله مصر. طيب ادي الاهميه الاستراتيجيه. يبقى بما تفسر لقاره افريقيا او لموقع قاره افريقيا اهميه استراتيجيه بسبب اشرافه او اشرافها على اهم الممرات المائيه. طيب نشوف بعد كده الاهميه الاقتصاديه. تعال نجمع اللي احنا قلناه. اهميه اقتصاديه لان موقعها الجغرافي ادى لتحكمها في اهم طرق الملاحه. موقعها الفلكي ادى لتنوع المناخ بها، وبالتالي تنوع النبات الطبيعي والحيوان والمحاصيل الزراعيه. طب الاهميه الحضاريه يا استاذ، طبعا افريقيا قامت فيها اقدم حضارات العالم، زي حضاره مين؟ حضارتنا طبعا اللي بنعتز بيها، زي الحضاره المصريه القديمه. يبقى قاره افريقيا لها اهميه حضاريه لانه قامت على ارضها اقدم حضارات العالم، مثل طبعا الحضاره الفرعونيه في مصر، حضاره اكثر من 7000 عام الحضاره المصريه القديمه، وحضاره كوش في السودان، وديت كانت من ضمن الحضارات اللي موجوده عندنا في السودان، وكانت تسمى ممكن نسميها حضاره كان عاصمتها مدينه نبته. خلاص. طيب وعندي حضاره اكسوم في اريتريا واثيوبيا. خلاص. ودي برضو من الحضارات القديمه بس مش اقدم من الحضاره المصريه، لان حضاره اكسوم اللي في اثيوبيا ديت يا استاذ بتكون من القرن الاول الميلادي للقرن العاشر، لكن احنا طبعا حضارتنا 7000 عام، حضاره عظيمه جدا يا استاذ. طيب عندي بعد كده حضاره قرطاج في تونس. يبقى قاره افريقيا لها اهميه حضاريه حيث قامت على ارضها حضارات متعدده. افتكر يلا: مصريه، فرعونيه، حضاره كوش في السودان، وحضاره اكسوم في اريتريا واثيوبيا، وحضاره قرطاج في تونس. يبقى تلاحظ ان احنا من ضمن الدول اللي في قاره افريقيا طبعا قاره مين؟ مصر. قاره مين او دوله مين اسف، دوله مصر ودوله السودان واريتريا واثيوبيا وتونس، ودي كلها دول في قاره افريقيا. لو حبينا نبص على اماكنهم بسرعه كده يا استاذ، تعالى نشوف الحضارات دي كانت موجوده فين. هنجيب خريطه العالم ونبص عليها بسرعه كده عشان يبقى ثبتنا المعلومه بتاعتنا. ادي خريطه العالم، بس طبعا دي خريطه العالم الحديثه. وادي قاره افريقيا اهوت. تعال نشوف كده. ادي عندي دوله اريتريا اهيت، وادي دوله اثيوبيا قامت فيها حضاره اسمها حضاره زي ما قلت لك اكسوم. طيب وعندي كمان في السودان حضاره اسمها حضاره كوش، كانوا بيسموها حضاره ارض اهل الاقواس، كانوا عندهم براعه كبيره جدا في استخدام الاقواس. وعندي كمان الحضاره طبعا الفرعونيه في مصر، وعندي في تونس حضاره قرطاج. إذن إفريقيا هي أرض الخيرات، هي أرض الحضارات، هي قلب العالم، هي أرض اللي بتشرف على أهم البحار وأهم المحيطات وعلى أهم الممرات المائية زي جبل طارق وباب المندب وقناة السويس. وبالتالي قارة إفريقيا يا أستاذ أستنتج من ده كله إيه بقى؟ إن قارة إفريقيا ديت في النهاية هتبقى مطمع لكل دول العالم، او
لكل الدول اللي بتحاول تبحث عن أي مكان تحتله. وعشان كده تقدر تقول إن موقع إفريقيا هو نعمة ونقمة في نفس الوقت. نعمة لأنه جعل لينا أهمية كبيرة، ونقمة لأنه كمان خلانا مطمع للأعداء. خلاص كده يبقى احنا خلصنا الجزء الأول من الدرس. زي ما اتفقنا في بداية الحصة خالص، لو تفتكر معايا قلت لك راجع معلوماتك يلا. قارة افريقيا مساحتها كام؟ 20% من مساحة قارات العالم. خلي بالك انا بقول مساحة 20% من قارات العالم، ما بقولش مين العالم، قارات العالم، لان العالم ده قارات ومحيطات. ركز. وقلنا الموقع الفلكي دوائر عرض وخطوط طول، والجغرافي شمال وجنوب وشرق وغرب. وقلنا أهمية الموقع كان فيه استراتيجي، وكان فيه اقتصادي، وكان فيه حضاري. اتفضل عندي الجزء الثاني اللي هتبقى في الحصة القادمة إن شاء الله، اللي هو الكشوف الجغرافية. خلاص. طيب في النهاية إن شاء الله بإذن الله هننزل المنهج أول بأول وحصة بحصة، وكأنك معانا في الحصة. فما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا علشان يوصلك كل ما هو جديد أول بأول. إن شاء الله تقدر تتواصل معايا على الواتس، هتلاقيه موجود أسفل القناة، علشان تشوف التدريبات أو تشوف الواجب الخاص بالجزئية الأولى أو بالدرس الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة و58 ماشي. يعني